السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مع فيديو جديد. شركة مصرية للسيارات اللي هي توكيل رينو في مصر اللي هي الاي اي ام طرحت نسخة واحدة بس من عربية رينو استرال أو استرال، النسخة بتاعت 2024. طرحت العربية عشان تتجرب في السوق المصري. العربية يعتبر هجين بين رينو كادجر مع رينو ميجان. يعني الفوانيس اللي بره زي ما انتم شايفين في الصور كده، الفوانيس على شكل سي عاملة زي الفوانيس بالظبط بتاعت الرينو ميجان. والعربيه يعتبر كشكل يعتبر عامله زي رينو كادجر، فيعتبر يعني نازله عشان خاطر يعتبر رينو كادجر كده خلاص، يعني هتروح من السوق. طبعا الفوانيس برضو اللي ورا جميله جدا مع علامه الرينو، حاجه شيك جدا، مع برضو الريفلكس اللي في العربيه من فوق، مع طبعا الازاز الفاميه، مع الجنوط اللي بتيجي جنوط تقريبا 20 بوصه. طبعا الاضاءه ال اي دي اضاءه جميله جدا، الفوانيس اللي قدام والفوانيس اللي ورا. وبرضو العربيه تقريبا تو تون. بالنسبه طبعا للالوان العربيه برضو الوان جميله جدا والوان كتيره جدا، الوان جذابه جدا، وشكل العربيه يعني يخليك كده يعني تركبها، تبقى عايز تركبها. فالعربيه كمان يعتبر شراكه ما بين يعني احد الانتاجات اللي هي ناتجه عن شراكه بين رينو ومتسوبيشي ونيسان. العربيه دي يعتبر ناتجه عن الشراكه بين الثلاث شركات. طبعا العربيه تبع اللي هو الجناح اللي هو الالبن اللي هو فيه الرينو، اللي هو الجناح يعتبر الرياضي بتاع الرينو اصلا، وتقريبا دي اول حاجه تنزل البن في مصر عامه والشرق الاوسط، او يعتبر مصر. لان طبعا تقريبا رينو ما كانتش بتنزل حاجه زي كده قبل كده، كانت بتبقى العربيات اللي بتاعتها العاديه كلها على بعضها، ما كانش فيه الالبن دي في الايه في الرينو. زي ما انتم شايفين طبعا الكريستال اللي موجود فيه الفوانيس، فوانيس شكلها شيك جدا، والشبكه اللي برضو على شكل كده يعني خطوط صغيره بالطول. بالنسبه لموتور العربيه، فالعربيه الموتور بتاعها 1300 سي سي تربو، بينزل بقوه 160 حصان، نفس الموتور تقريبا بتاع عربيه رينو ميجان. وبيكون فيه متوصل بفتيس متغير اللي هو متغير السرعات سي في تي، بيكون 7 سرعات. برضو زي ما احنا شايفين في الصوره ادي ابعاد العربيه. برضو الطول هنا بيجي 4 متر ونص، وبالنسبه للعرض متر و 58 سنتي، وبالنسبه للخلوص الارضي 18 سنتي، وبالنسبه برضو لقاعده العجلات 2 متر و66 سنتي. طبعا ابعاد جميله جدا ومناسبه جدا لاي عربيه اس يو في. الجنود 19 بوصه اول 20 بوصه اللي هتنزل برضو في العربيه، جنود شكلها جميل جدا وجذاب. الشنطه مساحتها 500 لتر، مساحه كبيره جدا وواسعه، بتزيد مع طي كمان الكنبه الخلفيه بنسبه 40 ل 60. بعد كده عوامل الامان والسلامه في العربيه، وعوامل الامان والسلامه في العربيه كبيره جدا، من ضمنها 8 اير باج، طبعا حاجه جميله جدا. بالنسبه للماتيريال بتاع الابواب من جوه، طبعا ماتيريال جلد زي ما احنا شايفين، وادي الامبنت لايت او الاضواء المحيطيه اللي موجوده في الابواب من جوه. وبرده على فكره الامبنت لايت دي موجوده برده تقريبا في يعني الكونسول ذات نفسه القداماني. الفرش جميل جدا ونضيف جدا، فرش الكانتارا اللي هو يعتبر القطيفه يعني. فرش طبعا جامد جدا من رينو، والمساحات جوه واسعه وكويسه جدا بالنسبه للطول او بالنسبه للرجلين وبالنسبه كمان للراس. شايفين حضراتكم الالوان اللي فيه يعتبر في الاحزمه، وادي برضو الكونسول الوسطي فيه فتحات تكييف، وفي هنا برضو مسند يد او مسند كوع في الشنطه الخلفيه في الكنبه الخلفيه اسف. وهنا في فتح السقف بانوراما في العربيه طبعا. الفرش طبعا يعني جميل جدا. وهنا بقى الكونسول الامامي في شاشه طوليه كده مقاسها تقريبا 9 بوصه، تدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو وايرلس. في كمان طاره مالتي فانكشن. في كمان شاشه اعدادات جميله جدا طبعا برضو اهي زي ما انتم شايفين على الشمال، اشكالها جميله جدا اهي. شاشه اهي مساحتها كبيره تقريبا 12 بوصه تقريبا. العربيه يا جماعه فيها امكانيات جميله جدا، بس طبعا العربيه برضو بالنسبه لنا يعني لسه احنا برضو ما نعرفش اسعارها ايه، لان العربيه طبعا الاسعار بالنسبه لليومين دول لسه مش معروفه. في شركات ساعات بتسعر بالدولار عشان خاطر تضمن ان سعر العربيه يبقى كويس ويبقى معروف. في شركات تانية لا بتسعر مثلا بالسعر العادي جدا. وطبعا معروف دلوقتي ان السعر اللي احنا بنعرفه او بنسمعه في المعارض او في الاسعار الرسميه غير الاسعار اللي بتلاقيها في في المعارض. بتروح المعرض حضرتك تلاقي اوفر برايس عالي جدا. طبعا احنا قلنا الكلام ده في اكتر من فيديو قبل كده. وده كان ريفيو سريع عن عربيه رينو استرا اللي هتنزل ان شاء الله السوق خلال الفتره الجايه. ولو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه دوس سبسكرايب عشان تشترك في القناه. ونقابلكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.